معاكم أيمن محمد من شركة إلكتريفايد، والنهاردة هنعمل ريفيو عن العربية الإي جولف موديل 2015 الكهرباء. مين ما يعرفش فولكس واجن وجولف تحديدا جي تي اي وجي تي اي بشكلها المتميز في البرفورمانس العالي بتاعها. بس النهارده احنا مش جايين نتكلم على عربيات البنزين ولا الهايبريد، احنا جايين نتكلم على عربيات جولف الفول الكتريك الاي جولف 2015. اي جولف شكلها الخارجي بيتميز بكذا حاجه شركه فولكس واجن عملتها تحديدا عشان تميز العربيه الكهرباء، وهي هنلاقي ان في اللاين الازرق دوت اللي موجود في جميع سيارات الجولف الكهرباء، زائد السي شيب ودوت كله عباره عن اضاءه ليد، وده عشان يقلل في استهلاك الكهرباء الخاص بالعربيه فيديك رينج اعلى، لان زي ما احنا عارفين العربيه معتمده على الكهرباء بالكامل. العربيه مش بس فيها الليد والشكل المتميز ده، الفولكس واجن حافظت على شكل العربيه الجولف الاعتيادي اللي احنا كلنا متعودين عليه، لان هي ما كانتش عايزه ان الناس تحس ان انت بتتغير العربيه الالكتريك او ان انت راكب حاجه مختلفه. فالناس اللي بتحب الجولف البنزين هيلاقوا كل ده في العربيه الجولف الكهرباء الاي جولف. العربية الإي جولف موديل 2015 اللي معانا النهاردة بتتمتع بموتور كهربائي بقدرة 85 كيلو وات، أي ما يعادل 115 هورس باور، وبطارية ليثيوم ايون بسعة 24.2 كيلو وات ساعة، والساعة دي تقدر تمشيك مسافة 160 كيلو متر في الشحنة الواحدة، وبتعتمد برضو على حسب طريقة القيادة. السرعة القصوى للعربية هي 160 كيلو متر في الساعة، زائد ان العربية مزودة بإنبورد تشارجر بقدرة 7 كيلو وات، وده عشان تقدر تشحن البطارية في أقل وقت ممكن لو جبت شاحن بأمبير أعلى. العربية دي باسيف كولينج، أي بتعتمد على الهواء في عملية التبريد للبطارية. لو جينا فتحنا كبوت السياره الاي جولف هنلاقي حاجات كتيره جدا متشابهه ما بينها وما بين الجولف والعربيه البنزين، ولكن مع اختلاف طبعا التكنولوجي اللي هي شغاله بيها. فلو جينا بصينا هنلاقي البطاريه ال 12 فولت اللي بنشوفها في العربيه البنزين موجوده في العربيه الكهرباء، ودي مسؤوله عن تشغيل الاكسسوارز الخاصه بالعربيه زي الاناره والمساحات وباقي الاكسسوارز بتشتغل على البطاريه ال 12 فولت. هنلاقي كمان العربيه البنزين طبعا بيبقى فيها موتور بنزين، ولكن هنا عندي موتور كهربائي وعندي سنجل سبيد جير بوكس، على عكس العربيات البنزين اللي بحتاج جير بوكس مختلف تماما في كذا ترانسميشن وكذا اللي بنسميها النقلات اللي عندي، وده عشان اقدر انقل من سرعه لسرعه. ولكن هنا في السيارات الكهربائيه انا بقدر بتحكم في السرعه ديت عن طريق الانفرتر اللي موجود عندي، وده المكون الثالث اللي موجود عندي في العربيه، اللي بقدر اغير السبيد عن طريق الفريكوانسي اللي بيتحكم فيه الانفرتر. فبالتالي العربيه الكهرباء مختلفه تماما، وتقدر تديني اكسلريشن عالي جدا وسبيد عاليه جدا في البدايه، على عكس العربيات البنزين، وده اللي بيميز السيارات الكهربائيه بوجه عام ويميز السياره الاي جولف على وجه خاص. ودلوقتي هنعرفكم ازاي تقدروا تميزوا العربيات الكهرباء بوجه عام عن العربيات البنزين. فهنلاحظ ان العربيه ما فيهاش شبكه من قدام او شكمان من ورا، عشان العربيه بتعتمد على الموتور الكهربائي اللي مش بيسخن عشان ما فيهوش احتراق داخلي او بيخرج عادم زي المحركات بتاعه البنزين. وده من اهم النقط اللي بتميز العربيات الكهرباء، انها مش بتسبب تلوث للبيئه. كمان هنلاقي في العربيه الاي جولف والعربيات الالماني بشكل عام بيهتموا جدا بعوامل الامان، فهنلاحظ ان في مساحه حوالين الموتور الكهربائي، وده عشان في حالة التصادم لا قدر الله يكون في مساحة يحصل فيها كراش بعيدا عن الأجزاء الأساسية للعربية، وكمان تكون أمان أكتر لقائد السيارة. ده حتى هنلاقي دايما في معظم العربيات الكهرباء كابلات باللون الأورنج الفاقع، ودي كابلات الجهد العالي الخاصة بالبطارية، ومعمولة باللون ده تحديدا عشان تبقى تحذير وملفتة لمهندس الصيانة أثناء التصليح. لو جينا بصينا على المكان اللي بنشحن فيه العربية الاي جولف بتاعتنا هنلاقي ان نوع الشاحن اللي عندنا CCS، وهو Combined Charging System. يعني ايه Combined Charging System؟ اللي هو بيجمع ما بين الاي سي والدي سي مع بعض. العربيه تقدر تشحنها عن طريق الشاحن الاي سي اللي بيجي مع العربيه الكهرباء، وده بنسميه الاوفر نايت تشارجر او الهوم تشارجر، لان انت بياخد وقت 16 ساعه في الشحن، وتقدر تشحنه اوفر نايت، تنام تصحى زي ما بنعمل في الموبايلات بتاعتنا تلاقي العربيه اتشحنت. او لو جبت شاحن اعلى شويه في الامبير، فالعربيه جواها انبورد تشارجر قدرته 7 كيلو وات، تقدر تشحن العربيه من 6 ل 7 ساعات، زائد ان هي بتدعم الشاحن السريع، وده لو انت على الهاي واي وفي الاماكن اللي فيها سفر فمش محتاج تقعد وقت كبير، فتقدر تشحن العربيه في خلال نص ساعه من 0 ل 80%. في نوع من انواع السيفتي جميل جدا موجود في العربيات الكهرباء، موجود معانا هنا في الاي جولف، هنشوفه ان انت دلوقتي لما هتسيب العربيه على الشاحن البلاج بتاعتك في الشاحن، ايه اللي هيحصل؟ ممكن حد يجي يسرق الكابل.
طب تعالوا نشوف دلوقتي لو انا حاولت اعمل دوت ايه اللي هيحصل. دلوقتي انا وصلت الشاحن وهحاول دلوقتي اشيل الشاحن. لو جينا بصينا هلاقي ان انا مش هعرف اشيل الشاحن، او اي حد لو جه يحاول يفك الشاحن مش هيعرف يفكه. وده نوع من انواع السيفتي اللي موجود في عربيات الكهرباء عشان تضمن ان الكابل بتاعنا ما يتسرقش. ولكن انا دلوقتي صاحب العربيه وخلصت شحن، هقدر افك البلاج ازاي؟ مجرد ما اجي عند العربيه وادوس على زر الاغلاق والفتح، هاجي دلوقتي بمنتهى السهوله اقدر اشيل الشاحن، وبكده اقدر اضمن ان محدش هيجي يسرق الكيبل بتاعي او البلاج بتاع العربيه الكهرباء. دلوقتي لو هنتكلم على الاي جولف من جوه، فاحنا العربيه كيلس بوش بوتون زي العربيات الحديثه كلها. تقدر تدور العربيه من خلال الزرار دوت. اول ما بتدور طبعا العربيه ملهاش صوت، لان العربيه الكهرباء على عكس عربيات البنزين مفيش انجن او مفيش محرك وقود بيعمل صوت عالي. العربيه الفيتشرز اللي فيها زي العربيات العاديه تماما الجولف، ولكن فيها بقى الحاجات المميزه اللي في العربيه الكهرباء عن العربيات البنزين. هو بيبقى عندي هنا زرار مود موجود جنب الفتيس، فلو دوسنا كده عندي 3 مستويات للقياده: نورمال وايكو وايكو بلس. في حاله النورمال انت بتاخد الفول بيرفورمانس بتاع العربيه، ده بيسموه البيرفورمانس مود، لان انت تقدر تاخد ال 85 كيلو وات اللي هي العربيه دي اصلا 115 هورس باور قدره المحرك بتاعها، فبتقدر تاخد الفول باور بتاعتها، والاكسلريشن بتاعها بيبقى 10.3 جزء من الثانيه من 0 ل 100، زائد ان انت بتاخد الفول سبيد بتاعتها اللي بتوصل ل 160 كيلو متر. اما في حاله الايكو مود فدوت انت بتسوق بطريقه اقتصاديه، وطبعا عشان بتسوق بطريقه اقتصاديه فبتديك رينج اعلى، وفي الحاله دي بتاخد 70 كيلو وات من قدره الموتور وتمشي بسرعه 115، والاكسلريشن في الحاله ديت بيبقى من 0 ل 100 في 13 ثانيه. اما اخر حاجه عندي اللي هي الايكو بلس، وده اعلى سيفنج، اعلى افشنسي في القياده، كفاءه في القياده، وبتديك رينج اعلى، وهو بتاخد من الموتور قدرة 55 كيلو وات بس، واقصى سرعة تقدر تاخدها من العربية هي 90 كيلو متر في الساعة، ودوت برضو المسموح بيه، الحد المسموح بيه، يعني انت ما تأثرتش في اي حاجة. والاكسلريشن من 0 ل 100 في حوالي 21 ثانية او 20.9 جزء من الثانية بالظبط. وطبعا العربية كمان فيها 4 مستويات للفرملة الطاقة او الريجنريتيف بريكنج، وده بنلاقيه هنا في الاخر خالص في حاجه اسمها البي. اول حاجه اللي هو الزيرو ليفل، ان انت بتسوق من غير اي ريجنريتيف بريكنج، بتعتمد على تيل الفرامل اللي موجود في العربيه في الفرمله. في ليفل 1، ليفل 1 دوت ان انت بتاخد ريجنريتيف بريكنج ولكن مش قوي قوي. وتاني حاجه ليفل 2 دوت تقدر تاخد كل ما بتزود موجب وسالب يمين وشمال. لو جبنا كده على البي وعملنا هنلاقي ان الفتيس بيجي معايا موجب وسالب يمين وشمال. يمين موجب بزود الريجنريتيف بريكنج، شمال بقلل الريجنريتيف بريكنج. فليفل 1 ريجنريتيف بريكنج عادي، بيديك بيشحنك العربيه ولكن مش بكفاءه عاليه قوي. موجب لما ازود تاني ليفل 2 بيديني شحن اكتر عند الفرمله ولكن العربيه بتبقى مكلبشه اكتر. ليفل 3 طبعا ده محبذ انك تستخدمه في الطرق الزحمه، ان انت هتقف كتير، فالعربيه بتديك فرمله اقوى، وفي نفس الوقت اعاده فرمله طاقه او الفرمله اللي انت بتعملها بتديك طاقه اعلى تقدر تشحن بيها العربيه. طب كل ده بقدر اشوفه ازاي؟ العربيه برضو شكلها الانترفيس بتاعها عادي تماما زي العربيات الجولف المعروف بتاعها. العربيه معموله بفتيس عشان ما تفقدش جمالها تحت شعار كل ما هو جميل يبقى كما هو عليه. فهنا هنلاقي الفتيس، هنلاقي العدادات بتاعتنا، بس هنا عندي عدادين، عداد خاص بالسرعات الخاصة بالعربية، وتحتيه العداد بيوريك ان البطارية فيها شحن قد ايه. على الشمال هنلاقي عندي عداد برضو، ولكن العداد دوت فيه 3 اريا او 3 كولرز. اول الكولر جرين دوت بيوريك ان انت لما بتيجي تفرمل بيوريك انت استعدت قد ايه من الطاقه بتاعتك او مقدار الطاقه اللي استعدتها قد ايه. الازرق طول ما انت بتمشي في الرينج الازرق ده فانت بتسوق بقياده يعني بكفاءه استهلاك افضل. اما لو انت في الجزء الاسود دوت فده معناها ان انت بتستهلك استهلاك عالي جدا ومش همك الرينج. العربيه دي الاي جولف الرينج بتاعها اللي بتديهولنا هو من 130 ل 150، ولو استخدمت الايكو بلس مود ممكن اوصل ل 180 كيلو متر في الشحنه الواحده.
الى جانب كمان ان العربيه شكلها جميل جدا، الانترفيس سهل جدا، العربيه محافظه على شكلها وجمالها. العربيه دي حققت الجولف بشكل عام في العالم كله 30 مليون عربيه اتباعت حول العالم. ودلوقتي ما بقاش عندنا جولف بنزين وديزل وهايبريد بس، اصبح ينضم للمجموعه الاي جولف الكهربائيه. شكرا لكم.